هي رسالة لكل من ضاقت عليه الدنيا. مهما ضاقت عليك الدنيا اعلم أن الله عز وجل شانه أمره بين الكاف والنون. مهما ضاقت عليك الدنيا اعلم أن الله عز وجل إذا رزقك السعادة، لو كنت في القبر ستراه جنة، لو حبست، لو عذبت، لو جاءت عليك الأمراض صباحا ومساء وضيق عليك في عيشك، إذا رزقك الله السعادة لن تأبى بهذا كله. رزقك مضمون وعمرك مكتوب. لماذا أنا أشعر بضيق بشيء قد ضمنه الله لي؟ كثير من الناس قصور وأموال وملايين، ذهب لكل بلاد وبقاع الدنيا إلا أنه يشعر بضيق. نقول له تعال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مهما اتسعت الدنيا لك سنضيق عليك الصدر. ما فائدة سعة الدنيا وصدري ضيق؟ يا أخي تعاني من فزع، خوف، تخشى على رزقك، اذكر الله. تخشى على أبنائك، اذكر الله. تخشى على ماذا؟ على وظيفتك؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا أحد يمنحك الطمأنينة إلا الله. لماذا لا نجرب حينما نسجد أن نتكلم بحرقة مع الله؟ لماذا؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنت لله الحمد استيقظت اليوم، أبناؤك من حولك وما زلت في بيتك، وطنك آمن ووظيفتك موجودة، وغيرك استيقظ على دوي الرصاص. فقل الحمد لله. لهذا حتى أرى النعمة الحق علي دائما أن أشكر الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء الإسلام لم يجعل هواد لمن انتحر، لم يجعل هواد لمن انتحر. تعلم لماذا؟ لأن بيدك مفتاح السعادة.